هالحلا سميته تشيز كيك ماربل كراميل. شوف الشكل كيف جدا رهيب، والطعم ما أوصف لكم، مرة لذيذ. ممكن تقدمونه دافي بيعطيكم نكهة الكراميل، أو تخلونه يبرد وتقدمونه وهو بارد بيكون كأنه آيس كريم بالكراميل. جدا لذيذ، الوصفة رهيبة ومعتمدة ولا غلطة حقيقي. جربوها، متأكدة أنها بتعجبكم بإذن الله. خلونا نبدأ فيها بسم الله. أول شيء في محطة الطعام بحط بسكوت نوعين، دايجستيف ولوتس، حطيت عليها حليب بودرة وسكر بني زبدة وقشطة. برصها في الصينية وارجعها الفريزر عبال ما اجهز طبقة التشيز كيك. عندي جبن كريمي وقشطة وحليب مكثف، بيض وفانيليا، وباخذ جزء من الخليط بضيف عليه تقريبا مقدار 3 ملاعق من الكراميل الجاهز. بصب خليط التشيز كيك في الصينية وبوزع عليه بشكل عشوائي خليط التشيز كيك بالكراميل. بعد كذا بأي عود عندكم أو سكين بخططها بحيث تاخذ شكل الماربل، وبوزع عليها آخر شيء مقدار ملعقة تقريبا من الكراميل بحيث إني أعزز نكهة الكراميل في التشيز كيك، وأدخلها الفرن. بعد كذا بفتح باب الفرن وأخلي الصينية داخل الفرن، ما أطلعها لمدة 10 دقائق تقريبا، بحيث إن لما أطلعها ما تهبط عندي طبقة التشيز كيك وتحافظ على تماسكها. وهنا بعد ما طلعتها من الفرن شوفوا كذا كيف اللون والتحميرة والتماسك، كل شيء في التشيز كيك بصراحة ولا غلطة. وهذا شكلها من داخل بعد ما قطعتها، كل قطعة تذوب في الفم ذوبان. جربوها وعليكم بالعافية.